راح جالي تليفون لما الخبر انتشر بقى الزمالك بيفاوضني، جالي تليفون من كابتن هيثم تقريبا، مش عارف اسمه هيثم، كان وكيل كان ماسك هو تعاقدات في التعاقدات في النادي الاهلي. اه راح كلمني، وكابتن حسام بدري كلمني من بره، قال لي احنا عايزينك وانتظرنا لما نرجع، احنا راجعين يوم الاثنين، الكلام ده كان التليفون يوم الاحد، يوم السبت راجعين يوم الاثنين نخلص معاك. تاني يوم يوم الاحد الزمالك كان خلص كل حاجه مع الاسماعيلي، مع الاسماعيلي، خلص كل حاجه، دفع لهم ونفس المليون ونص اللي انت تاخدهم وتاخد نصهم. لا خلاص، كل الكلام اللي احنا اتفقنا عليه خلاص موجود معانا. بالنسبه لي اتفاوضت معاهم، راحوا دفعوا للنادي الاسماعيلي مليون، وكان لهم 250 الف فلوس بتاعت احمد علي دفعوها. ورحت رايح كملت الماتشات في النادي الاسماعيلي الباقيه، وبعد كده رحت كنت من اول صفقات نادي الزمالك اللي موجوده. كنت رحت بعد ما رحت طبعا نادي الزمالك منتخب مصر كله جه ورايا. يعني انا رحت نادي الزمالك لقيت نادي الزمالك تعاقد مع 19 صفقه ساعتها. فاكر ان كانوا من كان كل النجوم اللي موجوده في الدوري، اي واحد كان نجم في فرقته كان نادي الزمالك بيتعاقد مع السنه دي. رحت الزمالك ما خدتش فرصه كبيره في المشاركه، فرصتك ما كانتش كبيره. ميدو شاركت في كام مباراه بس اكيد برضو لا، في مع حظ صفقات وحش. كتير. بعد كده ما حدش سمع لك مشكله. صالح موسى عمره ما عمل مشكله في نادي الزمالك. بص يا مينا، انا بدايتي كانت موجوده مع كابتن احمد حسام ميدو، هو اللي مختارني. فالفتره اعداد حضرتها مع كابتن احمد حسام ميدو، مقتنع بيك، هو اللي جابك، ده بتفرق. اي مدرب بيكون هو عايزك، هو اللي مختارك، هو اللي مقتنع بيك ويجيبك، دي بتفرق معاك. بدايه الدوري كابتن احمد حسام ميدو مشي، يعني احنا يعني هو حضر معانا فتره الاعداد، هو اللي منقي الفرقه وهو اللي جاب الفرقه، فمشي. فرقت معايا انا هنا كابتن حسام حسن اللي جه بعدها. فكابتن حسام حسن كلنا عارفين، يعني كلنا عارفين اللي فيها، ايه اللعبه اللي فيها؟ كله عارف اللي فيها، ما حدش عارف تعرفني اللي فيها. ما تهزروش. لا ازاي بهزر، انا عايز اعرف. الدنيا كلها عارفه. ايه؟ بيحب ويكره. بيحبك ها؟ لا ما بيحبنيش. كابتن حسام حسن مش بيحبك؟ لا طبعا. ظلمك؟ جدا جدا كمان. اقول لك لا جدا، مش انا بس، مش ظلمني انا بس، ظلمني وظلم لعيبه كتير. هو بيحب يكره، من نوعيه المدربين بيحب تكره صالح بصراحه. موسى ما خدش فرصته في نادي الزمالك بسبب حسام حسن؟ سبب رئيسي، لاني هو كان جاي عن الفرقه، وكنت انا ماشي بشكل كويس، مش انا بس، انا ولاعيبه تانية، كان بيلعب اللي على هواه. بس انت كنت ماشي كويس يعني. هو يعني انا بالنسبه لي مدير فني جاي يدرب فرقه، جاي يكسب، لا بس اقول لك فهيختار حاجه، انت اللعيبه اللي معاك هتكسبهم. معاك كواليتي لعيب كامل كثيره، يعني انت معاك جميع اللعيبه موجوده، يعني معاك كل اللعيبه موجوده على مستوى عالي. فانت من هنا بقى بتلعب اللي انت بتحبه بقى، يعني كلهم جامدين، هتلعب اي حد كله هيلعب. فمن هنا بتلعب بقى اللي انت عايزه، وبتلعب ان كانش هو بيلعبك؟ طبعا بقول لك كان بيلعب ماتش، تاني يوم بيعمل ماتش ودي للعيبه اللي ما بتلعبش تاني يوم. اه كنت انا يعني بيحطني على طول ماتش الود. تاني يوم. ما ادانيش فرصه 1% خالص. مين كان بيلعب عليك ساعتها؟ ما هو انا كنت مصنف يعني مع لا باك يعني رايت. مين نفس البوزيشن كان موجود دلوقتي في الزمالك انا كنت وقتها؟ بلعب مثلا ليفت ورايت، فكان كابتن حمدي عبد الشافي اللي كان موجود ساعتها، وكان الناحيه التانيه كان في عمر وحازم. ف... فانت شايف انه ما كانش حد يلعب عليك لا بص في هو الفتره دي؟ لا بس ما كانش في عدل، يعني مش قصه محدش يلعب عليا، يعني الحمد تاخدش لله الفرصه؟ من وجهه نظري يعني ما كانش في عدل. يعني كنت شايف ان انت الواحد يستحق اللي هو كان يبقى يشارك، لكن ان انت تقعد فتره طويله فوق ال 20 ماتش ما بقاش ليك دور 1%. طب فدي خليني كانت اقف صعبه عند شويه. النقطه دي، مش عايز اعديها. ليه كابتن حسام حسن عمل كده مع صالح موسى؟ مش عامل كده، هو بيحب، هو نوعيه مدربين بيحبوا تكره. ليه يكرهك؟ لا بيحب يكره مش في الشخصيه، بيحب يكره في الملعب. في هو كده واحد، في واحد بيحب يكره، في واحد تاني ما عندوش يعني ما عندوش مشكله، لا بيلعب اللي هو شايفه كويس في الملعب. في ناس تانية بتحب وتكره. يعني طب هقول لك حاجه، طب احنا دلوقتي عواد ما كانش يلعب على على شوبير يلعب. كوره يلعب. طبيعي. طب هو لاعب شوبير ليه؟ يحبه يكره. بالظبط. ما كانش خده. خد مين؟ ما هو مجبر ياخده، ما هو كان مجبر ياخد عواد، هو مجبر ياخد طب عواد. ممكن اسالك سؤال تاني مم. وترد عليا وتقنعني، ليه ما اتفضل. خدش عمر جابر؟ كابتن حسام ايوه في غيره.
ما بحبوش برضه، ده حقيقي ما بحبوش. مع اني عمر انا ممكن نختلف او احسن باك نتفق رايت مع بعض. دلوقتي مش حد يلعب عليه، هو اللي بيلعب، هو اللي يعني موجود. محمد هاني مصاب ومفيش حد هو ما قريب فيش منه. باك رايت في مصر عموما يعني. هو ما فيش باك رايت في مصر اساسا عموما، هو لكن عمر جابر هو اللي بالنسبه موجود، لي هو اللي موجود دلوقتي، ما بياخدوش ليه. عواد رقم، يعني مش هقول لك رقم اتنين، لا كان رقم واحد. عملت رقم معاه واحد مشكله، بالكوره وفنياته واداء وكل حاجه. عملت معاه مشكله مع مين؟ حسام حسن. انا من نوعيه اللعيبه ما تعملش مشكله مع مدرب اساسا، يعني ممكن كان مشكله مع اللعيبه بس. بشتغل بس. لا ما عملش مشاكل مع حد، وبعدين اه خاصه انا كنت في نادي الزمالك، تعرضت لكتير جدا، مش تعرضت لحاجات كتير جدا، بس عمري في حياتي ما عملت مشكله، عمري في حياتي ما اشتكيت، عمري في حياتي كنت مركز في اللعبه بس. ممكن يكون اتظلمت في حاجات كتيره جدا، بس انا كان هدفي حاجه واحده والله بجد يا أمينة. انا كان عايز اشتغل وعايز اتمرن وعايز نادي الزمالك ياخد بطوله. لو رجع بيك الزمن تعمل ايه مع كابتن حسام، او هتاخد رياكشن ازاي؟ قبل ما اتعامل مع كابتن حسام كان المدرب الوحيد اللي كنت نفسي اتمرن معاه، ده حقيقه. يمكن المدرب الوحيد اللي كان نفسي اتمرن معاه هو. يمكن المدرب الوحيد دلوقتي اللي انا مش سعيد ان انا اتمرنت معاه هو. تقول له ايه؟ هقول له هقول له يا ربنا يكرمه ويوفقه في اي حاجه يعني. هو على المستوى الشخصي حاجه. اذاك في مشوارك الكروي؟ لا ما اذانيش طبعا ولا حاجه طبعا، لا ولا اذان ولا حاجه، بس قلت لي انه كان سبب انك تمشي من الزمالك. لا مش سبب، لان هو مشي، هو برضه ما كملش، لكن لو كان هو اداني حقي كان ممكن يكون ليا دور احسن من كده في النادي ساعتها. حازم امام وعمر جابر اول ما جيت عملت معاهم مشاكل. لا كان حازم، ما كانش عمر. عمر عمر من النوعيات اللي هي ما تظهرش يعني قدامك في المشاكل، يعني فاهم انت. بعيد انا. يعني هو ما يظهرش في المشاكل خالص. زي مثلا كده ممكن يظهر، كنا في تقريبا مشكلة الدفاع اللعيبة الدفاع الجوي لما حصل، ممكن هو ايه يظهر اللي هو مش هيلعب عشان خاطر الناس دي، وزمايلك مش مشكلة تلعب عشان هم يبقوا وحشين، الكلام ده كله. ضايقتك دي؟ اكيد طبعا. طب هو كان قصده يعمل كده يعني؟ هو كان قصده بس يبين انه بص هقول لك حاجة، انا ما اعرف، مش دعوة بقى قصدك مش قصدك، بس انا ما بحبش اخد شو على زمايلي. انا من نوع انا كصالح ما عمري في حياتي ما اخد شو على لعيب زميلي. في لعيبه ممكن ممكن ابيع صاحبي، ابيع زميلي عشان خاطر الشو، ده حقيقه. في كده، في لعيبه كده. فانا ما بحبش البني ادم او اللعيب اللي ممكن ابيع زميلي عشان خاطر الشو، عشان خاطر اللقطه، عشان خاطر الكاميرا، عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر لا خالص. وفي ناس كانت بتعمل كده كتير، يعني هدفها الشو، ده حقيقي، بيحبوا كده، بحب الشو، بحب الشو كده. فانا في انت لما تيجي تلعبش كنت تقدر تخش في اوضه اللبس، تعرف لعيبتك زمايلك كلهم وتقول الكلام ده، لكن زمايلك ما تتفاجئش. ما اتخانقتش معاه؟ ما كانش في كلاش بينك وبين عمر مع جابر عمر لا اه. ما عنديش مشكله خالص. كان مع حازم، حازم يعني حازم يمكن. امام ايه اللي حازم حصل؟ كان بس عرفت ان انتوا بعدها بقيتوا صحاب يعني. حازم في بدايتي انا لسه داخل النادي، في بدايتي في النادي كنا في تمرين. حازم كارثه. انا من النوع اللي بخش جامد شويه وبغل شويه، كان هو بكرهته وانا بكرهته، فدخلت عليه دخلتين ثلاثه في قوي شويه. تمرين ها؟ كانوا في تمرين قوي شويه. قلت لك حازم قال لي التمرين بيخلص، ساب الملعب، ساب التمرين من غير ما يستأذن اي حد، وقعد قلت اللي على طول. راح اتصل بناس اصحابه من امبابه، جابهم لي عندي التمرين. والله والله بجد استغربت انا جاب لك اصحابه بره النادي ها؟ اللي هو بقول لك ايه تعالي بره ها؟ جاب لي ناس من اصحابه من امبابه والله، جايين بمكان بقى وبتاع وكده. نهار اسود. والله. وبعد كده كان زمايلي في الفرقه موجودين، كانوا قالوا للكابتن اسماعيل يوسف الحق يا كابتن اسماعيل ده حازم جاب. لا بتهزروا، طب انتوا بتكلم في جد. الملعب لما دخلت فيه دخله جامده قال لك حاجه لا وتشديته ولا هو لا سكت هو خالص؟ دخلت فيه دخله اتنين تلاته اتشنك، اتعصب، ساب الملعب وجري، راح على ساب اوضه اللبس. التمرين اصلا؟ ساب التمرين من غير ما يستاذن حد وجري على اوضه اللبس. والله والله زي ما بكلمك. بس هو طيب كان مين حازم. مدير فني ساعتها؟ كان باتشوكا تقريبا. اه باتشيكو؟ تقريبا. لا ما تقريبا. اظنش باتشيكو. لا كان هو. فيريرا؟ لا هو بقى باتشيكو بقى مش عارف بعد حسام حسن كان مين موجود. هو اه بقى باتشيكو مش فارق باتشيكو. اه.
وما عملش حاجه، ما خدش اكشن، ما عملش. لا ما هو ما يعرفش حاجه اللي حصل، هو ده الكلام دوت ساب الملعب وطلع والراجل مش فاهم حاجه. خرجت انت بره لقيت امبابه كلها بره؟ لا ما خرجتش، ما طلعتش بقى، كان هو جاب الناس على الباب، كان طبعا بعد كده اللعيبه ما رضتش تطلعني، وفضلوا بقى لحد ما صلحنا بقى مع بعض، وطلعنا بقى انا وهو مع بعض كده قدام الناس وكده الكلام ده. قال لك ايه؟ حازم غلبان طيب، لكن ساعتها كان يعني مش عارف، انا مش عارف احسبها ازاي صراحه. كان كان باخد فيها بالي. حته نفسنا؟ لا خالص، لا هو لا مش نفسنا هو. بتلعب ناحيه اليمين وبتلعب ناحيه الشمال، ممكن هو بيلعب لا عادي. مش نفسنا، لكن هي القصه كانت هناك شويه، ما اعرفش بقى، كان ده بيتك بقى ومكانك فاهم انت. مش عارف اقول لك ازاي بصراحه، لكن موقف كان غريب خالص يعني، ما كنتش فاهمها يعني. دوري 2014 2015 انت قلت انه الاغلى بالنسبه لك، ليه؟ لانه كان غايب عن نادي الزمالك بقاله فتره طويله جدا، وكان فانت لما تكون موجود في جيل يرجع بطوله غاليه لنادي الزمالك بالشكل ده، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي. فالحمد لله يمكن احنا سبب ان نادي الزمالك يرجع له البطولات بعدها. احنا الجيل بتاعنا جيل استثنائي، جيل محترم، كل واحد فخور جدا اللي هو كان موجود مع المجموعه دي، قدر يحقق حاجه الحمد لله يعني. جمهور نادي الزمالك عمره ما ينساها الجيل ده، لان انت رجعت بطوله الدوري وعموما البطولات بقى لها فتره كانت غايبه عن نادي الزمالك، كانت تقريبا وكسبتوا دوري كان سنين، وكاس، ونهائي كان كاس كان سنين قدام الزمالك ما الاهلي بعد ياخدش دوري كده. تقريبا اه ساعتها، اه. كان حوالي 9 سنين و10 سنين كان ما كانش بياخد دوري. فاللي انت تبقى موجود بعد الفتره دي كلها في الجيل ده، فحاجه طبعا الواحد يبقى فخور بيها، وخاصه ان انت تكون زملكاوي يعني.